طبخة اليوم أمرقة دياي مع الخضار والأمرقة خاثرة. عندي دياي هني غسلتها وشلت منها الجلد، وعندي العيش والخضرة هني كوسة، قرع، جزر، بطاط. عندي هني راح استخدم حق العيش عيش مشغول، وهني حق الأمرقة وثوم وزنجبيل وبصل ومعجون طماط والطماط، كزبرة والبهارات الناعمة، كزبرة، بهارات مشكلة، بابريكا، كركم، الكاري والهيل شوية والسمنة والملح. هذه مكونات الأمرقة. طريقتي بالدياي: أول شيء أفوحها، تطلع الأسفرة. من تفوح الدياي راح تطلع أسفرته. شو أسوي؟ كذي شيله عشان ما تطلع الأسفرة معي بالطبخة. بعد ما صفيتها نزل عليها البصل هذا نص راح احتاجه حق العيش. نزل عليها الثوم والزنجبيل. ما يبي لها شيء الأمرقة، ماكو أسهل منها. نزل عليها البهارات الصحيحة ومع الهيل. نزل عليها البهارات، لفة كذي خفيفة. كمل عليه الحين. نزل الطماط، نزل عليه المعجون الطماط. بعد ما نزلت عليه معجون الطماط 3 قفشات معجون الطماط عشان تصير حمرة. الأمرقة نبيها أمرقة خاثرة. شو أسوي؟ كعبات ماجي خضرة واحدة، إذا عندكم كمية أكثر زيدوا، على دجاجة واحدة كافي. والفلفل بارد بس. الحين سكر عليه. الخضرة آخر شيء، نسيت بغت. ونملح الحين قبل أسكره. الدياي عادي يتملح مع الطبخة. بعد ما ملحت الدياي سكرت عليه الحين، أخليه 10 دقايق وبعدين أنزل عليه الخضرة والكزبرة. حق العيش نزل السمنة والبصل وأحمسهم لما يطبخ عندي البصل. الحين صار له 10 دقايق. الحين أبطل عليه يطلع الهواء منه وأنزل عليه الخضرة. بعد ما طبخ البصل عندي نزلت عليه عود الدارسين والمسمار والهيل والورق الغار، أحمسهم معاه شوي وأنزل عليه العيش. الحين نزلت العيش بس أحركه من تحت، خليه ياخذ شوية من السمنة كذا عشان لا يتكسر العيش، بهذه الطريقة. بعد ما نزلت الماء حركة كذي. بعد ما نشف الحين من فوق سكر عليه، كسر على النار وحط الحديدة تحته وخليه يطبخ على راحته ربع ساعة. المرق كذي جاهز، خليته يطبخ أكثر من الوقت. بعد دس عليه شوية والعيش هني باقي له 5 دقايق يكون كذي جاهز. وهذه الأمرقة الخاثرة وشغل عدل، كل شيء مستوي عدل. وهذا العيش وزاهر وأحلى عيش. شو الحبة شلون صارت خليتها. وهذا عيشنا المشغول، وهذا عشاننا وجاهز. وهذا الأمرقة الدياي مع الخضرة والعيش المشغول، سلطة واللبن. ماكو أحسن من العشاء.